على فكرة يا مجنى، ناس قليلة قوي عارفة انت اتشهرتي ازاي وطلعتي على السوشيال ميديا وكان ليكي ظهور عالي وكبير قوي 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 عند الناس وصيتك مسمع. بس اللي الناس ما تعرفوش او اللي قلة من الناس عارفاه، انت اتشهرت على قفا ناس كتير، منهم ليلى واحفادها وفاتن وفاروق وناس تانية كتير. بصي يا مجنى، طبعا بعيدا عن ان احنا بنحبك وبنحب ظهورك والأجواء الحلوة اللي انتي بتعمليها في قلب الفيديوهات بتاعتك مع عيلتك وروحك الحلوة وانسجامك مع أهلك، مع مازن وجنى وأحمد، مش هننكر حبنا ليكي وحبنا في ان احنا نتفرج عليكي وروحك بصراحة اللي مفيش زيها اتنين، وخفة دمك، بعيدا عن ان انتي بتحب تطلعي تقولي الكلمة بشكل مختلف عشان تحسسي الناس ان انتي على الله حكايتك. لكن انت ذكية يا مجنى، طول عمرك ذكية عشان الناس تصحح وراك الكلمة ويقولوا عليك انت ما بتعرفيش تنطقيها، وهاتك من ده كتير قوي 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 قدامنا. لكن يا مجنى، لما يوصل الموضوع لأذية واحدة بتربي أيتام وإنك تقفلي لها صفحتها على الفيسبوك، فده هيخلي ناس كتيرة تطلع تتكلم عليكي وأنا من ضمنهم، لأن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وده اللي انت بتسعي ليه. أنا عارفة ومتأكدة إن انتي من فترة طلعتي وأعلنتي يا جماعة أي حد هينزل حاجة من فيديوهاته عندي أنا هحذفها أو همسح له الفيديوهات بتاعته. لكن يا أم جنى راجعي قرارك، دي واحدة بتربي أيتام وانتي أكتر واحدة. مش هقولك جربتي اليتم، لا، ربنا يبارك لك في عمر أبوك وأمك وإخواتك وولادك وجوزك، لكن انتي أكتر واحدة جربتي الفقر وجربتي ضيق العيش، فلازم تحسي بغيرك وتحسي قوي قوي كمان، وتحسي بمعاناتهم وتحسي بالظروف القهرية اللي الناس كلها بتمر بيها في وقتنا الحالي. مش عشان ربنا يكرمني أطلع أتنمرض واتكبر على خلق الله، ولما الناس تطلع تكلمك وتقولك حرام يا مجنى، دي ست بتربي أيتام، حرام تراجع عن قرارك في قفل صفحتها، تردي وتقولي لهم أنا ماليش علاقة، ده الأدمن بتاعت الصفحة بتاعتي واللي ماسكلي الصفحات عندي على الفيس وعلى اليوتيوب هو ده قراره. هو مين اللي شغال عند مين؟ الأدمن اللي شغال عندك ولا انتي اللي شغالة عند الأدمن؟ وبعدين في النهاية هو مين الأدمن؟ مش مازن؟ مش مازن اللي ماسكلك صفحات الفيسبوك واليوتيوب وكل السوشيال ميديا عندك؟ يعني منكو فيكو بتطلعي وتقولي للناس أنا ماليش علاقة، ده الأدمن ده قراره؟ انت اللي في ايدك كل حاجة يا أم جنى، انت صاحبة القرار الأول والأخير في حياتك وفي تحديد مصائر أولادك وجوزك قبل منهم كمان، فانت المتحكمة الأولى والأخيرة، فما تطلعيش تتسلطي وتتجبري على خلق الله وتطلعي بكل الجبروت والقوة بعد ما كنتي أول فيديوهات ليكي ظهرت على اليوتيوب كلها انكسار، كنت لسه في البداية، ما عندكش حتة الجبروت اللي انت وصلتيله حاليا. اتقي الله يا مجنى، تراجع عن قرارك في قفل صفحة الست الغلبانة اللي طالعة بتدعي عليكي بكل غل. من حقها حتى لو انت قلتي في يوم من الأيام محدش ياخد فيديوهاتي، بس حسي بيها، حسي باليوم، حسي بالفقر اللي انت كنت عايشة فيه وربنا رزقك. احنا عمرنا ما ننقم عليك ان انتي ربنا كرمك ورزقك، لا 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 لا، الرزق ده بتاع ربنا مش بتاعك ولا بتاعنا ولا بتاع اي حد. عشان كده بنقولك تراجعي عن قرارك
واتقي الله في واحدة بتربي أيتام. بصي يا أم جنى، ناس كتيرة ما تعرفش انت طلعتي أو اتشهرتي ازاي. انت عملتي أراجوز يا أم جنى عشان تتشهري وتوصلي للسعادة والمكانة اللي انت عليها حاليا، وبالأسلوب اللي انت بتتعمدي تطلعي عليه. ايه الحاجة اللي الناس بينتقدوكي فيها بتصر ان انت تعمليها وماشية بمبدأ الحاجة اللي تغيظ الناس وتفقع مرارتها هي دي اللي انا هشتغل عليها وهمشي بها فيديوهاتي؟ ليه؟ علشان الكلام يكتر والمشاهدات تزيد والمعجبين يكتروا حواليكي. هو ده اللي انت ماشية عليه حاليا. ما تنسيش يا مجانا انت طلعتي على قفا مين. فاكرة فاتن وفاروق ولا نسيتيهم؟ زي ما نسيتي أصحاب الفضل عليكي والسبب في شهرتك اللي اتنصلتي منهم حاليا، وقلت أنا محدش طلعني، أنا طلعت بدراعي وطلعت بشغلي وطلعت بدماغي. بس انتي طلعتي على قفا ناس. فاتن اللي انتي عارفة حاليا ان هي اتطلقت أو خلعت جوزها فاروق وبقت عايشة في حالها وشهادتها وقعت. فاتن فاتن إنسانة كويسة جدا وطيبة جدا، بس كرامتها عمرها ما هتجيبها ان انتي ترجعلك وتقولك يا ام جنى عليني يا ام جنى. لكن هي كانت الأصل في ان هي اللي علتك. وفاكرة الست ليلى وأحفادها ولا نسيتيها؟ فاكرة الست اللي انتي رحتي انتي ومجموعة من الناس، فاتن وفاروق حد تاني بس مش متذكرة أسمائهم، وانتي يا ام جنى رحتي بطولك، رحتي بيتي عندها كذا يوم ومن غير جوزك. كانت الست فاتحة لكم بيتها، عاملة اوبن بوفيه يوميا. ست في منتهى الكرم والشياكة والخير، إنسانة كريمة جدا وخيرة جدا، على الرغم إن هي بتربي أيتام لكنها فتحت لكم بيتها. كنت هناك بتطلعي تعملي أراجوز علشان الناس تعرفك، عشان بس الناس تعرفك. وما تنسوش أم جنى، أنا صفحتي على اليوتيوب اسمها أم جنى. يا أم جنى اتقي الله يا أم جنى. والمهرجانات اللي انت كنت بتعمليها هناك في اسكندرية عند الست ليلى، حتى اللي فتحت لك بابها وفتحت لك بيتها تنصلتي منها ولا أكنك تعرفيها دلوقتي، عشان خايفة يا عين الست تتشهر زي ما ربنا شهرك وكرمك ورزقك. سبحان الله يا أم جنى، أي حد كان سبب في شهرتك بعد ربنا تنصلتي منه ولا أكنك تعرفيه. ليه قلة الأصل؟ ليه الناس اللي كانوا سبب في رزقنا نتنصل منهم ونعمل نفسنا عبط ما نعرفهمش؟ عشان ايه؟ عشان لا، ده كده ممكن يتشهروا، وانا اشهرهم ليه؟ ببتاع ايه اشهرهم؟ انتي حتى اختك جزاك الله خيرا طلعتيها من اللي كانت فيه وخلتيها تعمل فيديوهات وتفتح قناة على اليوتيوب وان ربنا يرزقها وتقبض شهريا. بس يوم بقى ما بدأت ان هي تتراجع عن الكلام ده كله وملهاش نفس تعمل الكلام ده ومش حابة ان هي تطلع على اليوتيوب، قلت ماليش دعوة، انا فتحت لها قناة هي بقى تشتغل عليها. حتى دي وهي الاسم انها اختك تقيلة عليكي قوي يا مجانا. لكل من تجبر فالله اكبر، ربنا اكبر من اي حد في الدنيا. وخافي من الدعوة اللي الست دعتها عليكي وعلى عيالك بكل حرقة. انت قطعتي رزقها بسكينة تلمة. ممكن دعوة واحدة تقلب حياتك يا ام جنى رأسا على عقب. اتراجعي واتقي الله وما تأذيش حد، ما تسعيش في أذية حد، صدقيني انت ما تعرفيش الدعوة دي ممكن تعمل ايه. خافي على نفسك، خافي على عيالك، خافي على جوزك، خافي على حياتك من دعوة ممكن تدمرك في لحظة. تراجعي يا ام جنى واقفلي باب الأذية، واوعي تفكري ان انت تأذي اي بني آدم. واهم شيء ان احنا نعرف اصلنا،
ونتعامل على هذا الأساس ومنتكبرش. وحاولي تسعي إن انتي تكوني سبب في مساعدة الناس إن هي تطلع تكبر قنواتها. لكن أنا ما بشوفش حاجة زي كده عندي خالص، ولا هشوفها. أنا متأكدة 1,000,000% عمري ما هشوفها. عمري ما هشوف إن انتي تنزلي لأي واحدة كده لسه قناة مبتدئة عندها 100 مشترك بتقول يا رب يسر لي الحال، إنك تحطيها على المنتدى عندك، إن تخلي الناس تدخل تشترك عندها. انتي ما عندكيش الحتة دي ولا هتبقى عندك. ما تخليش الجحود يعمي قلبك وتتسببي في أذية الناس. تراجعي يا أم جنى واتقي الله، اتقي الله. الدنيا من فاتة، الدنيا ما تسواش جناح بعوضة. تراجعي يا أم جنى، تراجعي عشان ما تندميش في يوم من الأيام بسبب دعوة ممكن تدمرك.